الجنيه عام والأسعار غليت، ودلوقتي الواحد بقى صعب يلاقي جهاز اقتصادي بإمكانيات مميزة. وإذ فجأة يظهر على الساحة جهاز ب1 جيجا رام واندرويد مارشميلو من العلبة. فهل هيكون منافس قوي ولا هيطلع في ستيك؟ أنا هشام حماد، وده فتح علبة جي تايد V7S. نفتح العلبة. تمام، نلاقي ورقة كده جي تايد متلزمناش شهادة الضمان اللي لزمنا فيها ان الجهاز عليه ضمان سنة على الجهاز نفسه، وتلات اشهر على الاكسسوارات اللي معاه، الشاحن، السماعة، الكابل اليو اس بي. ودي حاجة لازم نقولها لان في شركات ما بتعملش عليها ضمان خالص. يعني كده بنلاقي الجهاز في وشنا، الجهاز عليه لاصقة حماية ضد البصمة ومعوش ضد الازاز. الجهاز بلاستيك بقى كمتوقع، والظهر الى حد ما لامع، بس اللي عجبني ان هو مش بيتبصم بسهولة، رغم ان هو لامع. نلاقي هنا السماعة العادية 3.5 ملم، نلاقي مدخل يو اس بي تو مايكرو يو اس بي، كابل الشحن، والاهم الشحن المرفق، شاحن جي تايد من قدرة اوتبوت 1 امبير، شاحن 1 امبير. نلاقي البطارية، بطارية الجهاز حجم قابلة للإزالة 2200 ملي أمبير. بعد كده دليل المستخدم، محدش بيبصه، والغريب ان هو جاي انجليزي مش جاي عربي. اخر حاجة في العلبة جراب، جهاز جاي معاه جراب للظهر، بلاستيكي، نوعه اللي هو تي بي يو. لو تي بي يو فلينا ده الجراب نفسه طري. وبكده نكون خلصنا فتح العلبة والمحتويات وفحص الجهاز من شكله من بره. هنرجع لكم، هنعمل مراجعة كاملة ونرجع لكم بيها، نفصص لكم الجهاز ونعرف هل ده يستاهل 600 جنيه ولا حاجة بلح. كان معاكم هشام حماد من فون فور يو.